محتارة في الفطار ومحتارة في العشاء. تعالي نعمل المعجن الخطير السهل البسيط ده. تحفة جدا، هش جدا، طري جدا، زي ما انتي شايفة كده. حاجة عظمة، 10 على 10. تعالي كده صلي على الحبيب ونشوف احنا عملنا ايه مع بعض. يلا بينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي واصحابي في الله عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهارده هنعمل مع بعض حاجه سهله وبسيطه جدا جدا، ولادك هيحبوها قوي. ولو انتي مش شاطره في المعجنات هتبقي شاطره فيها. بس اعتمدي المقادير دي، وهي الحاجه دي هتطلع معاكي 10 على 10. نص كيلو من الدقيق، ورشه الملح يا غاليه، ومعلقه كبيره من الخميره، وكيس من اللبن النيدو او 3 معالق من اللبن البودر، وكوباية مية دافية، وربع كوباية من الزيت، وكمان 3 معالق من السكر أو معلقتين. وهنعمل حاجة تحفة وعظمة جدا جدا، ولادنا هيحبوها. وده طبعا بعد غلاء الأسعار في الأفران، بقت الحاجة أم 3 جنيه ب4 جنيه، وأم 5 جنيه بقت ب6 جنيه. وهنعمل كل ده بالدقيق متعدد الاستخدام. كده انا بوريكم العجينه، لاني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، المقطع اللي انا كنت بعجن فيه اتمسح خالص مني، ما لقيتهوش. فقلت الحمد لله. انا ازاي عملت العجينه دي يا جماعه؟ حطيت معلقه الخميره، حطيت عليها اللبن البودر، حطيت عليها ربع كوبايه الزيت، حطيت عليها الميه الدافيه، ودوبتهم كويس جدا جدا. وبعد كده نزلت عليهم بنص كيلو الدقيق ورشه الملح، وعجنتهم كويس جدا. زي ما انتوا شايفين هتطلع معاكي عجينة مظبوطة وطرية كده ولينة. والحمد لله على كل شيء. انا بقالي كتير ما بصورش حاجة، ولما جيت اهو اصور الحمد لله الدنيا ماشية وتمام. هتجيبي بقى فوطة نظيفة، هتجيبي ستريتش، هتجيبي كيس بلاستيك المتوفر عندك، وهتبتدي تغطي العجينة بتاعتك. احنا دلوقتي الجو حر، هتخمر معاكي بسرعة. بس انا بحب ادي للعجينة وقت تخمير اكبر. يعني لو انا هديها نص ساعة، هديها ساعة الا ربع في التخمير. تمام. انا كده بعد ساعة الا ربع بالظبط، ادي العجينة بتاعتي اختمرت وبقت حلوة جدا. عايزة اقولك ان نجاح اي معجن انتي بتعمليه التخمير بتاعه. يعني لو انتي حاسة ان انتي التخمير بتاع الربع ساعة قليل، خليه نص ساعة. النص ساعة خليها ساعة الا ربع. الساعة الا ربع خليها ساعة، عشان تديكي نتيجة كويسة، وتبقى العجينة في ايدك طرية كده وهشة، وتقدري ان انتي تشكليها زي ما انتي عايزة. انا هنا هشكل العجينة بتاعتي كور صغيرة كده، زي قد السفندية كده الصغيرة، قد السفندي الصغير او اكبر من الليمونية كده بشوية. تمام. هعمل الكمية، هتطلع كمية معاكي حلوة جدا. وزي ما قلت لكم اهو تاني، بعيد عليكي اهم حاجة التخمير. ده اهم والله العظيم شيء، علشان يطلع المعجن معاكي بصي طري، وتبقى العجينة ملمسها ناعم كده معاكي. احنا بقى خلاص قطعنا العجينة قطع صغيرة. هناخد قطعة كده منها، وهنبتدي بس نضغط عليها ضغطتين بايدينا كده، وهنجيب النشابة الصغيرة بتاعتنا، ونبتدي نفرد العجينة. اولا العجينة هتتفرد معانا بكل سهولة لسببين. هما السببين: المقادير مظبوطة، وواخدة حقها في التخمير كويس جدا، فهتبقى معاكي العجينة مظبوطة وحلوة جدا جدا. الطريقة دي اسهل طريقة تعملي بيها نوع المعجن ده السهل البسيط ده، حلو جدا جدا. انا بس بفردها كده زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، اتفردت وبقت حلوة قوي. تقدري بقى هنا تحشي اي حشوة انت عايزاه. هنا بصوا انا بوريكم السمك اللي انا عايزاه، اللي هي ولا رفيعة قوي ولا سميكة قوي، السمك الوسط. دي جبنة بيضة عادية ناشفة. هنبتدي ان احنا نحطها كده في النص، وبنسيب زي ما انتم شايفين كده الاطراف فاضية. ادي بنلم بقى الطرف ده على الطرف ده، ونبتدي نلف العجينة بتاعتنا زي الرولة بالظبط اهي، بالشكل ده كده. طبعا انت تقدري تشكليها زي ما انت عايزه، تقدري تشكليها زي الكايزر. تقدري تشكليها بقى زي ما انت حابه، بس انا بحب ان هي تبقى عامله زي الباتيه كده، تبقى صغيره او ميني باتيه. بتبقى حلوه قوي قوي، وطعمها كمان بيبقى حلو. هخلص طبعا الكميه اللي معايا دي كلها، وهنرجع مع بعض تاني، ما تروحيش في اي حته. انا بقى مش من الناس اللي بتحب تدهن وش المعجنات بيض، لاني بامانه يعني بحس ان هو بيزفر المعجن، بالذات لو بتاكليه مع شاي بتحسي كده بالزفاره، فبيبقى مش حلو خالص. فبعمل ايه؟ بجيب شويه من اللبن اهو زي ما انتوا شايفين كده، وبحط فيهم معلقه من البن، معلقه من النسكافيه سريع الذوبان، وتبتدي ان انت تدهني المعجنات بتاعتك كده. دي طريقه افضل واحسن بكتير من البيض. بس طبعا اللي بيحب يدهن بيض يدهن، دي حريته الشخصيه. كل واحد طبعا على حسب ما هو بيحب يدهن ايه الوش بتاعه. في ناس بتحب البيض جدا، وفي ناس ما بتحبش، وفي ناس عندها حساسية من البيض اصلا. فيبقى دي افضل طريقة ليها، اللي هي اللبن بالبن او اللبن بالنسكافيه سريع الذوبان، بيبقى حلو قوي قوي.
دهنا اهي اول صينيه كده، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. النص كيلو عامل طبعا زي ما انتوا شايفين كميه، بسم الله ما شاء الله. يعني عامل ادي الصينيه دي مثلا فيها اتنين اربعة ستة تمانية، قولي فيها تسعة. حلوة جدا جدا. وجبت كده شوية من السمسم وحطيتهم بقى كده على الوش زي ما انتوا شايفين. بالنسبة للتسوية، التسوية بتبقى على الشبكة، النار بتبقى متوسطة، ما تعليش النار على المعجنات، سيبيها تاخد وقتها وترتاح كده في السوا كويس قوي. واهم حاجة ان السوا بتاعك يبقى على الشبكة. واهم تاني حاجة ان انتي النار بتاعتك ما تبقاش عالية وما تستعجليش عليها. هروح ادخل الفرن، اول ما يستوي هوريهم لكم على طول. اللهم بارك، شايفين العظمة، شايفين الجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله تحفة جدا جدا. حاجة حلوة قوي، طريقة سهلة وبسيطة ومكونات موجودة عندك في البيت، هشة وطرية، والله العظيم تحفة بجد. شايفين التسوية؟ التسوية دي على النار الهادية، بصوا مستوية من جوه. اهم حاجة ان هي تبقى من جوه كده مستوية، ما تبقاش نية يا جماعة. اديها النار الهادية، حطيها على الشبكة واحدة واحدة عليها، وعلى هادي يا زبادي زي ما بنقول كل مرة. وان شاء الله يا رب الطريقة والفكرة تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، عشان يوصلكم مني كل جديد على قد الايد. بحبكم بجد في الله. بشكر كل الناس اللي بتشجعني وبتقولي كملي. ان شاء الله هكمل بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم انتم. وربنا مع الجميع، وربنا يوفق الجميع. واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.